السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الاهلاوية، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. بكرة ماتش مهم جدا للنادي الاهلي لان هنلاعب فيه الزمالك، واحنا طبعا بيننا وبين الزمالك فرق 5 نقط. طبعا احنا داخلين المباراة ومعنوياتنا مرتفعة، متصدرين الدوري المصري ووصلنا لنهائي الكاس، وحلمت بيك انا حلمت بيك، وبكره في الاستاد انا هديك. النادي الاهلي قابل الزمالك في 244 مباراه، الاهلي كسب 106 مباراه، الزمالك كسبنا 58 مباراه، واتعادلنا 80 مباراه. يعني حتى في المكسب او التعادل احنا حاطين عليهم. النادي الاهلي داخل المباراه زي ما قلت معنوياته مرتفعه جدا بعد الفوز على سموحه ووصوله نهائي الكاس، بس في نفس الوقت اصاباتنا كتير. عندك عمرو السولية مصاب، ياسر ابراهيم مصاب، حمدي فتحي لسه مشكوك، ياسر ابراهيم مصاب، كل ده مش هيلحق. حمدي فتحي زي ما انا قلت مشكوك، ومحمد ابراهيم في شكوك حوالينه. محمد عبد المنعم في شكوك حوالين اللي هو يلعب ولا لا، غير اكرم، غير كريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو عادوا للتدريبات الجماعيه وان شاء الله يلحقوا. طبعا بالاضافه الى كهربا نجم مباراه سموحه. طبعا كان في جلسه لسيد عبد الحفيظ مع كهربا، قال له مالكش دعوه بجمهور الزمالك وما تلتفتش للهتافات بتاعتهم، وخليك مركز في الملعب وخليك مركز مع جمهورك، جمهورك يحييك روح حييه وركز في الملعب. على الجانب الثاني شيكابالا الميت اجتمع باللعيبه السكرانين والحشاشين، قال لهم تعالوا احنا لازم نكسب الماتش ده ولا بديل عن فوز عن الماتش ده. طبعا هم جايين بمعنوياتهم في الارض ونتائجهم الوحشه والسيئه والقرف وعمالين ينكدوا على جمهورهم. ما علينا، ربنا ينكد عليهم كمان وكمان. طبعا الاهلي بكره هيقابل الزمالك في استاد القاهره الساعه 8:30 مساء، وفي 4 معلقين على الماتش ده. تمام، اول واحد مدحت شلبي، الثاني بلال علامي، الثالث ايمن الكاشف، الرابع حاتم بطيشه. وطاقم التحكيم هيكون سلوفيني. انا اول مره اشوف طاقم تحكيم سلوفيني، يعني اول مره نتعامل معاهم، والحكم ده بيقول لك ليه فضايح كتير جدا، بس ما علينا، ولا احنا نعرفه ولا هم يعرفوا. من التصريحات اللي عجبتني جدا النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي عايزين يكسبوا الماتش ده باي طريقه، وكذا حد طلع يتكلم في الاعلام ان النادي الاهلي هيكسب الماتش ده ولا بديل عن الفوز. تمام. نيجي على الجانب التاني، عم فيرا قال لك ايه؟ انا بفكر ان انا ارجع فتوح وادخله في القايمه عشان ما عندوش باك شمال يا ولدان. هيرجعوا ايه بقى؟ ازاي ده لعيب ولا كان بيحضر تدريبات ولا كان بيحضر مباراه، ازاي هترجعه؟ هو عبد الله جمعه انت عايز ترجعهم وانت عشان اتزنقت خلاص عايز ترجعهم؟ المهم ما علينا، نخش شويه في المباراه. كولر هيلعب ازاي وطريقه فكر كولر هيلعب شكله ايه في الملعب. كولر هينزل يخلص الماتش ان شاء الله، غالبا لو ما خلصوش في اول ربع ساعه يبقى في اول الشوط الاولاني هيخلص الماتش. طبعا كولر عنده لعيبه برضو، يعني احنا في النادي الاهلي عندنا لعيبه حلوه. عندك خط دفاع يعني ممكن هيبقى الاربعه اللي ورا غالبا معلول شمال، كريم قصدي خالد عبد الفتاح باك يمين، وممكن يرجع، والاحتمال الكبير اللي هو يرجع محمد هاني مع رامي ربيعه، لان محمود متولي طبعا مش هيلعب عشان هو واخد انذار الثالث. فدول غالبا الاربعه اللي هيكونوا ورا. عندك بقى في نص الملعب المعلم ديانج، تمام، ممكن يبقى جنبه لو حمدي فتحي ما لحقش المباراه او خايفين عليه هيلحق المباراه وخايفين عليه، ممكن يلعب مروان عطيه، وهيبقى قدامهم قفشه كالعاده، وكهربا هيبقى مهاجم صريح، وممكن يبدا بطاهر برده ويفاجئنا، الراجل ده بيحب المفاجآت جدا، ويبدا بطاهر او حسين الشحات. تمام. وممكن يبدا بطاهر وبيرسي تاو، عنده خيارات كتير، وطبعا عبد القادر. فغالبا انا بقول هيبدا بحسين الشحات وطاهر وعبد القادر، وقدامهم كهربا وقفشه. تمام. وممكن ينزل طاهر او ممكن ينزل اللي هو فخر اللاعب الصغير.
فهنشوف. هو كده كده معاه لعيبه كتير، والاصابات برضو اي نعم مؤثره علينا، واعمده تقيله في النادي الاهلي، بس اللي موجودين هم اكنهم اساسيين، ده ما بيختلفش عن ده. تمام. بس هي بتبقى فكره مدرب اللي انا معتمد على ده، بينفذ لي الحته دي انا عايزها، هو بيعرف ينفذها الحته دي التكات الصغيره دي اكتر من ده. فعشان كده دولت مقصرين معانا. ان شاء الله نكسب نادي الزمالك، ان شاء الله هنحط عليهم تاني وتالت. طبعا فييرا قابل النادي الاهلي في 6 مباريات. تمام. فاز في الاهلي فاز في 2. تمام. و وخسر 3 وتعادل مره. ده من فييرا. كولر مع النادي الاهلي لعب مره واحده بس قدام الزمالك اللي هي في السوبر المصري، وخدنا الماتش منه سوبر منه. دي يعني مجمل احداث واجواء القمه او ما قبل مباراه القمه بكره ان شاء الله. بالتوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي زي ما قلت، وافضل اعيد ان ده ماتش لو كسبناه هيبقى ب6 بونت. ليه ب6 بونت؟ انت بتقابل المنافس بتاعك او اقرب المنافسين ليك. تمام. وانت بينك وبينه 5 بونت، فانت خدت ماتش، فالماتش بتاعه ده على طول اضربه في 2. تمام. هيبقى الفرق 8، بس هيبقى ايه، في ماتش كده ايه انت واخده منه، ومعنوياتك هتخش الماتش اللي بعديه برضو او اي بطوله هتخش معنوياتك مرتفعه. انت بتلاعب نادي الزمالك، اي نعم هم عاملين نفسهم منافسين لينا، بس انت كسبته. ان شاء الله هنكسب وهننكد عليهم، ويا ريت بقى قفشه بقى يصالحنا هو وكهربا. تمام. وبالذات قفشه يصالح الجمهور شويه، هو نعم صالحه، بس صالحه اكتر من كده وحط لنا جون جميل، وكهربا يعمل اسيستاته الحلوه، واحمد عبد القادر يلعب بروقانه اللي متعودين عليه. وان شاء الله نكسب وننكد عليهم زي ما قلت، لان لازم ننكد عليهم، لازم نخليهم بكره نايمين كده متنكدين. واي نعم ماتش ملوش مقاييس او ملوش حسابات، بس برضو انت في اولويات ومؤشرات بتديك ان النادي الاهلي فايق، ونادي الزمالك جاي متحطم تحطيم كلي، مش هنقول جدلي. تمام. الناس دي جايه لنا بخساره بتعادلات في الدوري وفي الكاس وحاجات كتير جدا. كنت عايز اتكلم في حاجه بسيطه، يا ريت رسالتي دي للجمهور، شجع النادي الاهلي. اي نعم انت هتقعد تحفل، بس خلي تحفيلك بسيط ومحترم. ادعم اللعيبه بتاعتنا اول لما تنزل ارض الملعب، شجعهم بروح الابطال وعقليه الكبار، وما تلتفتش للاعب معين، سيبه هو كده كده ميت، ما كلموش، ما تجي يعني ما تعملوش اهميه، لان هو غالبا كمان مش هيبدا المباراه، ويا ريت يبدا المباراه عشان هو بيكون نحس عليهم لو بدا اللي هو شيكابالا الميت. وانا عارف مهما قلت انتوا كده كده هتدمروا النفسيه بتاعته خالص، هتخلوه خارج اجواء الماتش خالص. واشوفكم على خير والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.